السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. في السلسله ديال شهوات رمضان اولا تحضيرات رمضان غادي نصوبوا مع بعضياتنا هاد الميني بيتزا، عجينه ديال البيتزا كيفاش نحتفظوا بها في الثلاجه. وهاد صوص البيتزا هو اللي كيجي سهل وممكن انكم تحتفظوا به مده طويله في الثلاجه، كيبقى مزيان. وواحد الفكره لهاد ميني بيتزا. غادي نبداو في المقادير. اول حاجه غادي نحتاجوها باش غادي نعجنوا العجينه ديالنا. جبت هنايا واحد الكاس، درت فيه معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات او الخميره ديال الخبز او الخميره معجونه، ضفت معها معلقه ديال السكر سنيده وكاس ديال الماء يكون دافي باش غادي تخمر ليا هاد الخميره هذه. حركتها مزيان وخليتها على جنب. هنايا في واحد البول، واحد السوبيره، درت الطحين. عندي هنايا 500 غرام ديال الطحين، نص كيلو ديال الطحين الابيض الخاص بالحلويات. ضفت ليهم الملحه بطبيعه الحال حسب الذوق، وجوج ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون. هنايا هذيك الخميره ديالي من بعد ما تفاعلات وطلعت كبيتها على هاد الطحين ديالي، وغادي نبدا انني نجمع في العجينه. انا ما غاديش ندلك دابايا، غنبدا فقط انني تنجمع العجينه ديالي وكنضيف الماء اللي هو دافي باش الخميره ديالي تتفاعل وما تنزلش، ما ديروش الماء بارد. بحال هكا غادي نعجنوا الخبز، وغنبدا انني تنجمع في الطحين ديالي. كيف ما كتشوفوا حتى جمعت الطحين كامل. العجينه راها شويه متماسكه، ماشي جاريه، يعني ما عطيتش بزاف ديال الماء العجينه ديالي. هنايا تقريبا زدت ليا واحد 2.5 كيسان ديال الماء، وطبيعه الحال على حسب كل طحين شحال تيشرب ديال الماء. من بعد ضفت معلقه كبيره ديال الزبده. ممكن اي زبده كتوفروا عندها انكم ديروها في هذه العجينه هذه. ودابا عاد غادي نبدا انني كندلك في العجينه ديالي مزيان باش تدخل معاها هذيك الزبده وتكون واحد العجينه اللي هي مدلوكه ورطبه كيف ما كتشوفوا. من بعد ما دلكت العجينه ديالي مزيان غادي نخليها هنايا في هاد السوبيره هذه، وغادي نجيب واحد السلوفان اولا بلاستيكه، وغادي نغطي الوجه ديال العجينه. الميكه ديالي اولا السلوفان يكونوا متلامسين الوجه ديال العجينه. غنجيب واحد الزيف وغادي نغطي العجينه ديالي، وغادي نخليها حتى تخمر ويتضاعف الحجم ديالها. هنا من بعد ما العجينه ديالي راها خمرات وضعفت الحجم ديالها كيف ما كتشوفوا، راها ما كتلصقش نهائيا في في البلاستيكه حتى في اليد. دابا غير ملي هبطتها، ولكن من بعد راه هي شاده راسها مع ديك الزبده اللي درنا من الفوق. حاولت انني نخرج من هذاك الهواء اللي فيها كامل ونديرها فوق سطح العمل. رشيت واحد شويه ديال الطحين، ما ترشوش بزاف، غير شويه لان باش ما تجيناش قاصحه. وغادي نبدا هنايا كنقسم فيها كويرات اللي صغيرين على حسب الحجم ديال الكره اللي نتوما بغيتوا وسطح العمل ديالكم قداش وكيفاش انكم غادي تطلقوها. هنا من بعد ما قسمت العجينه ديالي كامله غادي نديرها هكا على شكل كرات، وغادي نخليها على جنب، ونحاول انني نغطيها ببلاستيكه اولا بزيف اولا بسلوفان اولا باي حاجه باش الوجه ديال العجينه ديالي ما يتشققش، وكذلك العجينه ديالي كامله انها ترتاح شي شويه وتعطيني الطوع. من بعد ما غادي نكمل هاد العجينه ديالي كامله كيف ما كتشوفوا رانا حاولت انهم يكونوا نفس القياس باش يجيوني ساهلين في الخدمه. فانا ما كنبغيش ندير كرات اللي كبارين، فقط كرات اللي هما متوسطين ويجيوني ساهلين. هنايا من بعد العجينه ديالي ما ارتاحت واحد شويه، دهنت سطح العمل بشويه ديال الطحين ماشي بزاف، والدلاك ديالي كذلك حتى هويا سميتو دهنته بالطحين. وغنبدا انني كنطلق في العجينه ديالي. العجينه ما غاديش تكون غليظه وما غاديش تكون رقيقه بزاف، وانما غادي تكون القياس ديالها متوسط كيف ما غادي تشوفوا في الفيديو. نحاول انني نطلق على هاد الجهه ونعاود انني نحيدها ونطلقها على الجهه الاخرى. كيف ما كتشوفوا السمك ديال العجينه راه ماشي غليظ وماشي رقيق كاع بزاف. من بعد ما غادي نطلق العجينه ديالي غادي نجيب قطعه اولا غطاء اولا اللي متوفر عندكم اولا زلافه باش غادي تقطعوا الحجم ديال هاد البيتزا هذه قداش نتوما بغيتوها. انا هنايا هاد القياس هذا كيجيني بهذا الغطاء هذا فقطعت به. ممكن اي حاجه عندكم تخدموا بها ونسهلوها على راسنا، ماشي شرط ان يكون عندنا قطاعات واحجام مختلفه. من بعد هنايا هذيك الزوائد اللي هما ديال العجينه كنعاود انني نجمعهم، وبطبيعه الحال حتى هما كنحطهم في الجنب ونغطيهم ونخليهم يرتاحوا، وهما اخر حاجه غادي نعاود انني نرجع نخدم بها. هنا من بعد ما قطعت العجينه ديالي فكنخدم بصراحه الله انا وليداتي هنايا، فبناتي هما اللي كيبقاو يتقبوا هاد العجينه بالفرشات. ممكن تستعملوا الاداه اللي هي ديال البيتزا اللي كنتقبوا بها لاباط، استعملوها.
هنا من بعد ما كملت العجينه كامله خشيتها في الفران اللي هو العافيه ديالو تكون متوسطه ما عالي ما هي ناقصه باش العجينه ديالنا ما تحرقش. نخليوها فقط العافيه مشعوله غير من التحت مده ديال 5 دقائق حتى 7 ديال الدقائق، ونخرجوا العجينه فقط كتشمع لينا وكتكون طايبه، يعني راه ماشي خضره ولكن ما محمراش. غادي نخليو العجينه ديالنا حتى تبرد على خاطرها، وغادي ندوزو باش غادي نوجدوا الصوص ديالنا. هنا عندي مطيشه، انا استعملت المطيشه على الطريقه المغربيه التقليديه. درت مطيشه قطعتها حطيتها فوق من البوطه حتى طابت وطحنتها بالطحانه ديال اليد وخليتها. عندي هنايا 2 مطيشات كبارين، عندي معلقه ديال المطيشه ديال الحك. الا كانت مطيشه حمراء فاستغناو على مطيشه ديال الحك. معلقه ديال سنيده، الملحه حسب الذوق، سميتو البزار. عندي هنايا راس ديال الثومه بودر والراس المعلقه ديال البصله بودر، معلقه كبيره 2 معالق كبار تقريبا كومين ديال زيت البلديه، ومعلقه كبيره ديال الزعتر. غادي نخلط هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم، ومن بعد غادي نحطهم فوق من البوطه اللي تكون العافيه مهيله مع التحراك حتى طيب ليا هاد الصوص هادي. كيف ما كتشوفوا ما غاديش نخليها مده طويله، يعني فقط واحد 5 ديال الدقائق حتى 6 ديال الدقائق، ومن بعد غادي نطفي عليها وغادي نخليها حتى تبرد. نحطها على جنب. هنايا من بعد العجينه ديالي، يعني من بعد هاد لي فون هادو ما بردوا مزيان، غادي نجيب هنايا واحد البلاستيكه اللي هي ديال الفريغو ولا ديال الثلاجه، ونبدا انني كنجمع القياس اللي بغيت في هاد البلاستيكات. ممكن ديروا القياس الفردي الا كنتو غترموهم في الفريغو. حاولوا ان القياس اللي غتجبدوه باش ما غاديش تعاودوا ترجعوها مره واحده اخرى. الا كنتو غديروها غير في الثلاجه لتحت فهي ممكن انها تبقى عندكم اسبوع كامل في الثلاجه لتحت، لا هي ولا لاصوص. هنايا غادي نقترح عليكم اقتراح اللي هو ديال بيتزا بسيطه، لاصوص والفرomاج. الزيتون عندي زيتون خضر اللي هو مقطع، وعندي شويه ديال الطون. ممكن تستعملوا اي حاجه عندكم، هذا فقط غير اقتراح من الاقتراحات كثيره باش نتوما تعمروا البيتزا ديالكم. ممكن تستغناو على الطون، ديروا شويه ديال الكفته، شويه ديال الدجاج، شويه ديال لاندند، سميتو لي شاركوتري، اي حاجه عندكم واي حاجه نتوما كتبغيو تعمروا بها تقدروا تعمروا. ممكن تستغناو على الدجاج والحوت وكل شيء، وديروا شويه ديال الفلفله حمراء وخضراء مشحرين وبصيله مع الفرomاج والزيتون حتى هما كيعطي المذاق ديالهم زوين. فهادو اقتراحات ممكن انكم تعمروا البيتزا ديالكم كيف ما بغيتوا. اول حاجه درتها هنايا صوص طوماط، درت من فوق منها سميتو الطون، درت من الفوق الزيتون اللي هو خضر مقطع. ممكن ديروا الزيتون كحل، انا ماشي كلشي عندي كياكل الزيتون كحل، انا بنفسي ما كناكلوش استغنيت عليه ودرت غير الزيتون خضر. ومن بعد في الوجه غادي ندير الفرomاج وغادي نخشي البيتزا ديالي في الفران. العافيه اللي غادي تكون شاعله غير من التحت، عافيه اللي تكون متوسطه ماشي مهيله باش ما تحرقش لينا، باش ما تقصحش لينا البيتزا ديالنا، وما تكونش مجهده بزاف باش ما تحرقش لينا البيتزا ديالنا. يعني العافيه اللي تكون متوسطه. حاولوا انكم تراقبوا الفران، لان بعض المرات كيشمت. اللي عندها فران ديال الذره هي كتعرف القياس ديال الفران ديالها. هنايا من بعد البيتزا ديالنا ما طابت فهي كتجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، راها غير محمره ما محروقه ما حتى شي حاجه. وهذه فكره ديال اليوم، كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم وانكم تجربوا. صدقوني ما غاديش تندموا، لان هاد لي فون هادو كينفعوا بزاف، خاصه ملي كيكونوا في الثلاجه. حد هنا الوصفه ديالنا سالات. غنقول لكم مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. مع